عايز اروح معاك شويه، ابعد شويه واروح معاك ليوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه القصه كبرت قوي، وبدا كابتن اسامه نبيه يطلع يقول ما عرضوش عليا حاجه، ما كلمونيش. بدا بيقول بياخد مش عارف 80,000 جنيه ثم في عقده، وبعد كده بدا يقول عارضين عليا 3.5. امبارح سمعت زميل هاني حتحوت على لسان كابتن اسامه نبيه يعني ان هو بيقول عرضوا عليا 3.5 4.5 5.5 6.5، بجانب ان هيتخصم الفلوس، وبجانب مش عارف ضريبه التنميه، بجانب المشاركات. يعني بيقول ما معناها يعني ان الفلوس قليله جدا، وان هو قرر انه يمشي ابنه ويوديه بيراميدز. احكي لك انا القصه يا كابتن خالد بالتفصيل، وانت عارف ان انا الحمد لله صحيح ما يخافش من حد، انت فاهم يعني القصه دي، وانا بقول اللي بيرضي عليا ضميري بس. من لما انا جيت كان امير موجود في التمرين، قلت له بعد اذنك يا امير شوف لي موضوع يوسف وسيف. تمام جعفر. لان انا بالنسبه لي كنت بعد نفسي عن موضوع التعاقدات ده. انا مجرد ان انت بس حطوا انتوا الارقام، لو انتوا عايزين ان انا اشتغل في الموضوع ده اديني الارقام وانا هتفاوض مع اللعيبه. انما انا اخش اتفاوض على الارقام انا مش يعني ما كنت مش حابب كده. فامير قال لي خلاص انا هكلم معاهم وهديك الارقام بعد كده ونظبط الدنيا. فالمهم قعدنا بعديها تقريبا امير قابل يوسف في اركان. قعد معاه في اركان هنا في 6 اكتوبر، واتفقوا على 4 5 6 7. تمام 4 بدايه 4 غير البونص. صافي مفيش تنميه مفيش كلام ده. صافي كانت المشكله صافي. يعني مفيش ضرايب عليه. لا صافي. تمام. عشان بس المعلومات، وده مبلغ كبير جدا على فكره على لسه لاعب لسه صاعد، ما لعبش مثلا 7 8 ماتشات يعني تقديرا ليه ولوالده واحترام. لان انا بحب يوسف جدا على فكره، واد محترم وهو من الشخصيات الجميله يعني، بس ما اعرفش التفاصيل اللي بره ما اعرفهاش يعني. بس الواد يوسف نفسه لا شخصيه جميله. المهم اتفقوا، بس كان الخلاف المشاركه اول سنه وثاني سنه. نسبه المشاركه كان امير حاطط 75%، لو لعب 75% مباريات فنسبه المشاركه دي موجوده. تمام. فجيت انا مكلم امير، قلت له امير معلش خلاص يعني نستثني الواد معانا وكده والكلام ده نستثني. طب قال لي خلاص اول سنه لا، ثاني سنه لو لعب 50% ياخد المشاركه. بس ده طبيعي على فكره، طبيعي. ده اللاعب لازم يموت نفسه عشان يلعب. خالد اللاعب اللي بيحط نسبه مشاركه ده يبقى لاعب مش عندوش ثقه في امكانياته، حاسس ما عندوش ثقه في امكانياته. انا بعتبرها كده. انت عملت نسبه، انا عمري ما عملت نسبه مشاركه. لا ولا عمري اللي هي ال 75% دي مش فارق. انا عمري ما عملت عقد تقريبا. مش نسبه مشاركه. ايوه لا يعني نسبه المشاركه دي مش قصه. طالما انا عندي ثقه في امكانياتي ايه الفرق يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ لا انا هفرض نفسي. المهم ده بقى اللعيب الشخصيه. فالمهم اتفقنا على امير جه مكلمني قال لي خلاص توكل على الله. مفيش. قعدت معاه الصبح كلمت يوسف بقى، قلت له جبت له بعد التمرين قلت له يوسف خلاص انا حليت لك الموضوع مع امير ومفيش مشكله خلاص. قال لي خلاص هرجع لكابتن اسامه وانا كده موجود. معلش كان قبلها المدرب وقف معاه في الملعب وقال له انت من اللعيبه المهمه اللي انا عايزها واللي انا هعتمد عليها وهحفظها. فانت ماضي مع حد؟ قال له لا. بعد كده رجع تاني قال له لا انا ماضي مع بيراميدز. اكتشفنا ان هو ماضي مع بيراميدز من 5 شهور او 4 شهور، من شهر فبراير تقريبا. ده اللي انا عرفته. يعني ماضي من بدري قوي. ماضي ده اللي انا يمكن كان ميدو اللي قال المعلومه دي. وتقاضى مقدم. اعتقد كان بحكي لك في التفاصيل. فالمهم الراجل لما عرف قال لي ماتش الاسماعيلي، كنا رايحين نلعب الاسماعيلي في الاسماعيلي، قال انا هطلع يوسف بره. قلت له لا انا قعدت مع يوسف والواد وعدني ان هو هيمضي، ما ينفعش ان احنا نطلعه بره واحنا ممكن نستفيد بيه. فقال لي خلاص ماشي. فخدوا المعسكر، كان عايز يطلعه بره المعسكر. فلما قعدت معاه الراجل قال لي لا خلاص انا هاخده المعسكر وكده، وراح معانا المعسكر والكلام ده. المهم رجعنا قعدت معاه الصبح، نرجع لك بقى تاني. قعدت معاه الصبح قلت له يوسف بعد التمرين قلت له كذا 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 وانا خلاص الموضوع. قال لي خلاص انا هشوف الكابتن اسامه هرد عليك. روحت البيت لقيت المواقع كلها كاتبه ان محدش قاعد معانا، محدش قاعد عرض علينا حاجه، محدش فوجئت بحاجه الصبح. انا قاعد معاه الصبح يعني روحت نمت طبعا عشان صحيح من بدري والكلام ده، نمت لقيت الموضوع ده كله. لا الموضوع ما كانش كده خالص. ومحدش بيتكلم، مش عارفين نتكلم مين في النادي. ايوه صح كابتن اسامه قال كده، مش عارفين نتكلم مين في النادي والكلام ده. لا فانا رديت طبعا لا الموضوع الراجل اتعرض عليه. حتى انا لما كلمت لقيت الكابتن اسامه مكلمني لما الراجل بقى ما نزلش يوسف التمرين. فكلمني وقال لي حتى لو عرضتوا عليا كل حاجه هتعملوها انا والله بالنص. قال لك بالظبط كل حاجه هتعملوها انا هقف ضدها والواد هيمشي. خلاص انت مش عايزه، خلاص مش عايزه في النادي خلاص. والله قال لك كده. قال لك ايه بالظبط؟ قال لك انا لو انت حتى زودتوا لي والحاجات اللي انا عايزها كلها اتعملت انا مش عايزه، مش هقعده. مش هقعده في النادي. مش هقعده في النادي. هو واضح ان كان في مشكله ما بينه وما بين امير. يعني هو بيتكلم معاه برضه عشان لما قال لامير انا عايز اجدد الواد، وتقريبا الموضوع اتاخر او امير كان المفروض هيكلموا مع بعض وتاخرت. طبيعي انت الراجل. ايوه بس انت بتقول ان هو ماضي في فبراير، يعني ماضي من 4 شهور مع بيراميدز وتقاضى مبلغ. انت عارف انه تقاضى مبلغ صح؟ مقدم تعاقد من بيراميدز. ما هو انا الكلام لما انا اتكلمت مع اسامه اقول لك ان هو دلوقتي انت قلت له طب انا دلوقتي هو مع بيراميدز، المستشار مرتضى مثلا علاقته بالناس دي كويسه، لو انا دلوقتي رحت اتكلمت معاهم بناء عليه والناس مش ماضي وانا مش ماضي معايا، ما هو لازم يمضي معايا
عشان ان انا اعرف اتكلم مع الناس. لان انا كاولويه نادي الزمالك ان انا ايده، لان هو كده كده كان على طب وكابتن اسامه نبيه قال لك ايه؟ قال لي لا، قال لي انا إيه؟ مش هوقف ابني. مش ايه؟ مش هوقف ابني، يعني انتوا كده كده هتبيعوه، يعني مش هتبيعوه، كده كده ما حدش هيقف معاه وهيتوقف. على اساس يعني ان هو ما يمضيش لناديين. ان هو ما يمضيش لناديين. بس هي قلت له اعتبر المقدم ده موجود، الكلام ده قلته ليوسف، المقدم ده اعتبره ان انت خدته واحنا هنتصرف مع بيراميدز، بس لازم تبقى معايا ان انا هرجع لهم الفلوس يعني. هنحل له الموضوع. بس هو واضح ان النيه كانت ان هو مش عايز يكمل خلاص نهائي قولا واحدا. وده اللي حصل بالظبط يا كابتن خالد. وانت شايف ان كل ما يقال بعد كده كلها مبررات للرحيل؟ بس اكيد. وانا دلوقتي انا حكيت لك التفاصيل. كل ده اللي حصل ما بيننا، وفي الاول وفي الاخر الكابتن اسامه ليه كل التقدير وكل احترام طبعا، لان هو زميل وبرضه ما نغفلش الحاجات اللي عملها نادي الزمالك. لكن وانا شايف ان يوسف اتظلم في الموضوع ده من وجهه نظري. يعني لان انا قعدت مع الواد، يعني ان كان قرار والده يعني اعتقد بنسبه 90%. ان هو كانت من جواه حاسس ان يوسف عايز يقعد. انا كان احساسي كده او كلامه معايا كده. تمام. على المهم، لكن في النهايه خلاص ملف يوسف انتهى. خلاص ما هو هو متواجد في بيراميدز الموسم الجديد. بس خلاص على العموم. وهقول لك حاجه، يعني حتى المستشار مرتضى قال وانا بتكلم معاه مره واحنا في اجتماع، قال لي لو عايز يرجع ما يرجع، موجود مفتوح ده مكان. على العموم في النهايه ده قرار كابتن اسامه نبيه والاسره مع يوسف نفسه. يوسف برضه راجل، يوسف مواليد 2000 يعني قصدي 23 سنه، برضه لو هو عنده رغبه برضه مؤكده انه يقعد في النادي هيقعد في النادي، بس هو خلاص توافق. هو قرار متاخد، قرار متاخد واتاخد مقدم تعاقد وراح بيراميدز. ربنا يوفقه في قراره في النادي اللي هو راحه، ونادي الزمالك ما بيوقفش على اي لاعب يعني في النهايه يعني.